إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحل عن عالمنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وأحد أكبر أئمة علماء الحديث في العالم. وقد ولد فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في 6 فبراير عام 1941 من الميلاد بقرية بني عامر بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. تخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف عام 1961 من الميلاد، وحصل على درجة الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969 من الميلاد. وفي ذات التخصص كانت الدكتوراه التي حصل عليها عام 1973 من الميلاد، وشغل العديد من المناصب، منها رئاسة جامعة الأزهر الشريف عام 1995 من الميلاد. من أشهر مؤلفات الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الإسلام وبناء الشخصية، من هدي السنة النبوية، التضامن في مواجهة التحديات. وقد كرم الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد حاز جائزة الدولة التقديرية عام 1992 من الميلاد. وفي عام 2023 من الميلاد اختير شخصية العالم الإسلامية من قبل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. رحم الله فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وستقام صلاة الجنازة بالجامع الأزهر الشريف. رحم الله فضيلة المحدث الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وجزاه الله خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين.